السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم رائعه والصراحه كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها. الا ما جربتو هادي ما جربتو والو. خليكم مع طريقه التحضير وبلا ما نطول عليكم، وما تنسونيش من البارطاج ومن لايكات الفيديو وكومنتير فضلا منكم وليس امرا. هنا اول حاجه كنبدا بها هي الحشوه. عندي هنا مقيله درت فيها شويه ديال زيت الروميه. كندير بصيله كبيره اللي شلطتها، كنصوتي شويه ديك البصيله حتى كطيح واحد شويه، وكندير واحد 100 غرام ديال الكفته او اللحم المفروم كما راكم تشاهدوا. تقدروا تستعملوا لدان، تقدروا تستعملوا كذلك الطون. دائما الحشوات داكشي اللي متوفر عندنا. سبقت انا الحشوه باش ان تبرد ليا صافي. كان نفرطت هذيك الكفته مزيان حيت كانت عندي في المجمد كما راكم تشوفوا. كنخليها حتى كتشحر مزيان. اللي كيشوف اول مره هاد القناه تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تبخلوش على اختكم بواحد لايك وكومنتير واشتراك في القناه والبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا منكم وليس امرا. كما قلت لكم هاد الحشوه هذه تقدروا تضيفوا ليها خيزو محكوك، القرعه الخضراء محكوكه، وتقدروا تضيفوا كذلك الشعريه الصينيه حتى هي. مهم دائما الحشوه تبقاو اختياريين. عندي هنا مليحه والكمون فقط في هذه الحشوه هذه، يعني ما درتش كثره عفوا العطريه. ودرت هنا واحد معلقه كبيره ديال المعكنوس كما راكم تشوفوا. كنحركها مزيان وصافي، وكان نطفي عليها هاد الحشوه هذه. كنحاول نجمعها هكا ونميل المقله باش داك الإدام يهبط، حيت راكم عارفين الكفته كيكون فيها شويه ديال الإدام. وغادي ندوزو دابا العجينه. كناخدو الخلاط الكهربائي كنضيفو فيه 3 ديال الحبات ديال البيض، كما كتشوفوا. عندنا الملحه على حسب الذوق، وعندي كذلك واحد راس معلقه صغيره ديال الابزار، نص كاس ديال الزيت، وهنايا عندي واحد شويه ديال العطريه ديال الشاورما باش ما كتبقاش ديك الزفوريه عفوا ديال البيض. صافي كنوضعي واحد شويه وكنبدا ندير في الحليب. بالنسبه للحليب راكم كتشوفوا عبروا باي كاس عندكم. انا درت 3 كيسان ديال الحليب، تقدروا ديروا كاس ديال الحليب وجوج كيسان ديال الماء. المهم انا الصراحه هاد العجينه هذه مره كنديرها بالماء مره كنديرها بالحليب، والصراحه بجوجهم ناجحين. هنايا غنطحن هاد المكونات مزيان حتى كيتجانسوا ليا مزيان. لايكات اخوتي والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. كما قلت لكم كنطحنوهم مزيان وغادي نبدا نضيف في هذا في الطحين. بالنسبه للطحين غنضيف الكاس الاولاني والكاس الثاني، وغادي نطحن هاد المكونات ونشوف الا باقي خص دقيق غادي نعاود تاني نضيف. هنا من بعد ما طحناه مزيان، انا كما كيبان ليا ان الخليط باقي جاري، غادي نضيف الكاس الثالث. وغادي نعاودو كذلك نطحنو. يعني هنا هاد الخليط هذا راه ما كنديرو فيه لا خماره لا حتى حاجه، يعني هاد العناصر اللي ذكرت معكم راه هما اللي ضفنا في هاد الخليط هذا ديال الكريب. صافي هنايا ها هو واجد كما غادي تشوفوا معايا. كيكون شويه خفيف على الخليط ديال البغرير. صافي غادي نكبو في واحد البانيو ولا واحد الاناء، عاد غادي نبدا نطيب. خليكم معايا ولايكات اخوتي والتشجيع فضلا وليس امرا.
هنا كما شفتوا بعد ما كبيتو هنايا كما شفتوا الخليط كما قلت لكم تيكون شويه خفيف على الخليط ديال البغرير. صافي غادي ندوزو باش نبداو نطيبو. دايره المقله كتسخن كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما سخنت المقله كندير واحد المغرفه وصافي وكنخليها كطيب. راه دغيا دغيا الصراحه كيوجدو هاد الفطائر هادو وكيجيو زوينين كما قلت لكم. جربوهم هكايا بحجم عائلي الصراحه كيجيو زوينين وكيكون واحد الشكل اللي هو مختلف. صافي كنستمر بحال هكا خوتي كما راكم تشوفوا. انا درت في هاد المقله كبيره باش يجيوني شويه كبار. تقدروا ديروهم في المقله صغيره يعني لكم الاختيار. انا عجبوني هكا كبار باش ندير يعني نديرها فطيره في حجم عائلي يعني ماشي غادي نعمر كل وحده بوحده. مي غادي تشوفوا معايا في الاخير كيفاش غادي نصايب هاد سميتو هاد الوصفه هادي. لايكات اخوتي كنستمر بحال هكا حتى كنسالي هاد الكميه اللي عندي ولا هاد الخليط كله اللي عندي وعاد كنمشيو باش نمونطيو هاد الفطيره اللي غنصاوب معكم اليوم. لايكات والتشجيع اخوتي خليكم على ما نكملوا هاد الطياب هذا. هنا اخوتي من بعد ما ساليت الطياب يعني طيبت هاد الكريب كله كناخذوا واحد الورق ديال هذا ديال السولفيغيزي ولا مهم هاد باش كنطيبوه في الفران. كنفرش هادو يعني كنديرهم بحال هكا كنقادوهم بحال اللي بغينا نمونطيو البسطيله. كنتمنى الفكره تكون واضحه لكم اخوتي. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. بالنسبه هنا لاصوص تقدروا تستعملوا المايونيز مع واحد المعلقه ديال الكيتشوب وكدهنوا به هاد يعني كطبقه الاولى بحال هكا. وتقدروا تستعملوا تصايبوا كذلك البيشاميل حتى هو يعني كيجي زوين في الحشوات. صافي كندير واحد شويه هنا بين هاد هكا هاد كل وحده كل كريبه كنوضع شويه ديال المايونيز باش ان داك المايونيز كيشدو مزيان مبقاش يتحركوا ليا هاد الا بغيت نروليهم. صافي كندير بحال هكا. راه الفيديو شارح راسو يعني سمحوا لي الا كثرت عليكم الهضره. المهم ندير مزيان كنقاد مزيان بالمايونيز والكيتشوب وكناخذوا الحشوه اللي صاوبنا معكم كفته مع بصيله بهذا الشكل. كنقادوهم يعني كنقادو مزيان هاد الكفته هادي. كنستعملوا كذلك واحد شويه ديال الجبن. اي جبن متوفر عندك ديريه ما متوفرش يعني تستغناي عليه. ديري غير شويه ديال المايونيز من الفوق والكيتشوب وصافي. صافي هنايا كنقاد هذاك الفرماج وصافي غادي نبدا باش نرولي هذا الرولو هذا. غنقلب بحال هكا باش انه يجيني مقاد. غادي نبدا نروليه بهذا الشكل. كنطوي الجوانب بحال هكا باش هذيك الحشوه ما تخرجش ليا في الجوانب. صافي كنبدا نرولي كما قلت لكم. هذا الرولو كيجي زوين كنتمنى تجربوه وردوا عليا في لي كومونتير. صافي كنرولي مزيان
المهم كنضغطوا عليه باش ان يلصق كل شيء مع بعضياته. وصافي غادي نحولوا اللاطه، غادي نحطوه في الطاوه اللي غادي ندخل فيه هذه الفران. وهنايا غادي ندهنوا الوجه ديال هاد الرولو هذا بالكيتشوب والمايونيز كما راكم تشاهدوا. كندهن مزيان وصافي. هنايا غادي نحتاج للتزيين كذلك شويه ديال الجبن، داكشي اللي كان عندي درتو، كانت كميه قليله. صافي كنوضع شويه بحال هكايا. صافي كنقادو مزيان وغادي ندخلو الفران شاعل من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر لينا كيذهب لينا وكنخرجوه. وتيكون الشكل ديالها هو هذا بعد ما خرجتها من الفران. غنوضعها في الصحن ديال التقديم ونرجع معكم. خليكم مع الفيديو، لايكات اخوتي والبارطاج فضلا وليس امرا. هنا بعد ما قدمتها في الصحن ديال التقديم كنقدموها هكا مع شليضه، مع مهم قدمتها لكم انا غير هكا داكشي اللي كان متوفر عندي وزينتها لكم بهاد المطيشه هذه. صافي كنقطعوهم هكا مرصوات بهذا الشكل. صراحه كتجي زوينه فطيره غزاله. كنتمنى الفيديو اخوتي نال الاعجاب ديالكم وتجربوها كما قلت لكم. كتجي بهذا الشكل صراحه كتجي زوينه. كنتمنى تجربوها وما تنساونيش اللايكات والتشجيع، وإلا عجبتكم بارطاجيوها مع احبابكم والاهل ديالكم. وغنقول لكم اخوتي بالصحه والراحه وخليتكم على خير مع فيديو ان شاء الله اخر الى كتاب، ومع السلامه.